ليه عملت هيك مع امك؟ يعني انا غلطت وانا ندمان. انت بدك تتزوجها طلبت هيك منك؟ ايوه خطيبتي. هي اشترطت عليك؟ في الاول لا، بس بعد كده اشترطت عليا ان انا مش هينفع تتجوزني معايا مع والدي ومع والدتي ومع اخواتي نعم. في نفس الشقه. ما بدها تعيش معاهم. ما ينفع. فلما اتخانقت معاها وبقول لها انت موقفه لي حياتي، انت السبب في ان انا مش عارف اتجوز، انا ابعتك تعيشي عند جدتي او ابعتك اوديكي دار مسنين. تاني يوم لما رجعت ما لقيتهاش في الشقه. انا لو كنت عارفه هو ما كنتش جيت. حضرتك بيقول لي بمنتهى الوضوح كده يعني ماما انا عايز الشقه ديت عشان اسكن فيها، وانت يا تروحي دار مسنين يا تروحي عند حد من اهلي. انا بعد ما مشيت من الشقه وفكرت بقى ان خلاص كده هتجوز فيها سبتها وسبت خطيبتي وشغلي باظ كبرت ياما ولسه طفلك، وببكي لما يوحشني حضنك، بضعف في بعدك واحتاج اضمك علشان احس امان، ولسه بشبط فيكي وفي عطفك، ودموعي تنزل يمسحها كفك، من قبل ما اجي الدنيا عارفك انت دوا الاحزان، يوم بعد يوم بكبر قصادك، ولا تبت يوم عن احتياجك، شلت الهموم علشان ولادك وعشت لينا سنين، شلتيني ولا شلت عنك، انا مهما اشوف ما بشوفش